السلام عليكم متابعي الأعزاء، كيف الأحوال؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. بارك عواشركم، مبروك عليكم هاد الأمطار ديال الخير، إن شاء الله تكون صيبا نافعا بإذن الله. اليوم بغيت نشارك معكم التحضير ديال واحد البطبوط اللي كيجي زوين بمكونات جد بسيطة معروفة وموجودة في كل بيت. بالعبار غادي ناخد زلافة ديال الفينو وجوز ليف، نفس العبار ديال الدقيق الابيض يعني فورس، الدقيق الابيض الناعم، شويه ديال الملحه ومعلقه كبيره ممتلئه ديال الخميره ديال الخبز، وكندفي الماء باش غادي نعجن مقدار ديال زلافه ونص، نفس العبار زلافه ونص ديال الماء، لان بغيتو يجي مرخوف. العجينه ديال هاد البطبوط ان شاء الله غتجي مرخوفه، تبعوا معايا باش تشوفوا الطريقه ان شاء الله. صافي كنحاول نجمع هذيك العجينه ان شاء الله، مره كنرخفها بميها، كنجمعها مزيان، نعركها مزيان وندلكها. شي كيقول نعركو، شي كيقول ندلكو، حنا نقولهم بجوج. ندلك العجينه ونعركها مزيان، نشرب ديك الميه اللي في القصريه وندلك كما القاعده. والله الا عندي العجانه ما بغيتش نجبدها، نحركو يدينا شي شويه باش نبقاو محافظين شويه على على الصحه ديال المفاصل وديال اليدين. الحاجه اللي ما جاتش مدلوكه باليد ما كتحش بها راه مدلوكه مزيان. حنا موالفين نسمعوا الطرطيق ديال العجينه. العجينه راه غتجي كما قلت لكم مرخوفه باش يجي حتى البطبوط كيجي مفشفش مزيان وكيتحل. ملي كتقسموا على جوج ورقه كتجي مفروقه على اختها، كيجي خفيف. كناخد شويه ديال الفورس وشويه ديال الفينو، كنخلطهم في زليفه، وهما اللي غادي ان شاء الله نبدا نقطع في العجينه على شكل اقراص، طبيطات صغار ما كبار ما صغار متوسطين. غادي نجمع دوك الاقراص حتى الاخر ونحطهم يرتاحوا عاد باش نقرصهم. دابا غير نوجدهم. سرعت الوتيره باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. صافي ملي حطيتهم هنايا مفرشه ليهم واحد المنديل يكون نقي، نغطيهم يرتاحوا، لان ما خليتش انا العجينه حتى ترتاح، عاد زعما قطعتها خليتها ترتاح وهي هكا مكوره. دابا هاد الاقراص هما اللي غادي نبدا نقرص فيهم ان شاء الله. ما نكثرش الدقيق في التقراص باش يجيو زوينين، ما يجيوش فيهم داك الدقيق بزايد. لقيتهم ارتاحوا وطاعوا، يعني ساهلين في التقراص، ما ياخذوش ليا وقت طويل. ما درتهمش على شكل ميني بطبوط، ما درتهمش على شكل بطبوط كبير يشد المقله كامله، لا درتهم مويه يصلاح الدهين. نفرقوه على جوج وندهنوه بالزبده والعسل ولا بزيت العود والعسل، اولا نغمسو به نيت. كاين اللي في رمضان كاع ما كيعجن الخبز بزاف، حيت ما كنديروش المرقه بزاف في رمضان،
كنقدروش على المرقه ولا مره فاش كنديروا داك الطاجين ديك الساعه كنحتاجوا الخبز. فإلا كان الخبز راه غادي ندوزو به داك الطويجين. الا كانوا هاد البيطيبيطات كيجيو خفاف وزوينين حتى هما كيصلحوا يمشيو يتكالوا مع الطاجين. كنغطيها مزيان وندفيها. صافي دابا درت المقله ديالي ديك الثقيله ديال وجده، كيقولوا لها ديال وجده، تسخنات مزيان. نقصت عليها باش نطيبوا على نار هادئه، تكون متوسطه، ما خفيفه، ما تكون عاليه درجه الحراره بزاف. وكنبقى نقلب السير في البطبوط يجي مزيان وكيتنفخ. هو هاد ما نخليش حتى كطيب من جهه عاد نبدا نطيب في الجهه الاخرى، لا غير كنحس بها جمعت شويه من هذا ما بقاتش عجينه، كنبدا نقلب كل مره وندورها في المقله. اللي كتشد في راسها مزيان وقربات طيب كنحط حداها واحده اخرى، ان المقله تبارك الله كبيره تقدر تهز ليا حتى 3. كاين اللي كيبغي هاد الجناب ما يبقاوش بيضين، هما راه طيبين، ولكن اللي كيبغيهم محمرين من الاحسن يبانوا مجمرين كنوقفوها بحال هكاك. شتي كما قلت لكم ما كنخليش الجهه حتى كطيب بزاف، هي كنقلبها. ما مجهداش العافيه باش ما تحرقوش لينا دوك البطيبيطات. شاهينهم نفطروا بهم، نوقفوا عليهم حتى يطيبوا مزيان. شتي المقله راه كتهز 3 بحال هكا، كنخليهم يطيبوا من الجناب وراه الاخرى خدامه كطيب. والطيبيطات ديالنا هما جاو، هادي باقا سخونه، هادي هي الاخر اللي طيبت، يلا اخر حيدتها من المقله، باقا سخونه 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 سخونه. ها هي تحلات ليا بزز بالسخونيه، باقي هانت البخار طالع منها، جا معزول، يعني البطبوط خفيف وهش زوين. وان شاء الله نوجد واحد البراد ديالها ساين نعمروه